عم محمد الحامد. حمراء صغير. أنا شفيق عم محمد الحامد. نعم. ايش بتكون ايش بتكون عن العملية اللي صارت؟ ايش بقول؟ هاي شيء مفاجأة عندنا صارت في البيت كلياته، يعني المزبوط احنا تفاجأنا باللي صار هذا، ما حدا بيقبل انه يصير، لا انا ولا غيري، حدا بيقبل انه ابنه ينفقد، لا سمح الله، ولا اي انسان. بكت عنا يعني مزبوط، هاي مفاجأة اللي فاجأت الجميع. شاب مثل محمد الحامد شاب طموح، بيتعلم بيتعلم في كلية القاسمي، صار له سنتين، زيد على ذلك انه بني ادم رياضي ناجح، بتدرب على اساس يفوت بطولات اسرائيل للسلام، روح للسلام، في بطولات اسرائيل للسلام، واحنا من الناس اللي بنحب السلام. يعني اللي صار انا بقدرش اقول لك شو صار هناك بالضبط، اما انا بعرف انه الشاب طموح، عنده محبوب للجميع، بني ادم رياضي. هل توقعتوا انه يقوم بمثل هذه العملية؟ يعني ما ولا في اي حالة من الحالات، لانه البني ادم هذا على اتصال معي كل وقت، على اساس انه من الناحيه الرياضيه انا بساعده من الناحيه الرياضيه على اساس انه يفوت بطولات. واحد بفكر ببطولات اسرائيل، بفكر بيروح يعمل عمليه زي هيك، ما بقدر اعرف شو اللي صار معي هناك في باحه الاقصى. انا اللي بعرفه انه محمد الحامد شاب طموح رياضي ناجح بكل المعايير. ما زلتوا مصدومين، يعني مش مصدقين اللي صار؟ كل مصدوم، وشاب وحداني عند اهله، فيش حدا بأيد اللي صار هذا. ايش وحداني يعني؟ ولد وحداني هو فقط، لا غير، عنده اخرى اخته بس. ولا نعم. ايش حدا ثاني. بكت مفاجأة لأهله وللجميع طبعا. نعم. زيد على ذلك البني آدم رياضي ناجح، بفكر على مستويات عالية، من نوصل يعني مستويات عالية من الناحية الرياضية. اللي صار هذا يعني في باحة الأقصى هناك، واحد قاعد يفكر على مستويات رياضي، يوصل مستوى عالي، بصير معاه حالة من يعني مستحيل. لا، اللي صار فيه شغله مفاجأة صارت هناك، كل ما حدا بيقدر يعرفها، ولا أي واحد. إذا واحد بيعرف ما بينطي إمكانيات إنه يصير أصلاً هيك. نعم. وعندنا البيت بالذات، إحنا بيتنا من الناس اللي بيحبوا السلام، من صغيرنا لكبيرنا الحمد لله. وكلها عائلة رياضية ناجحة، في عندنا غيره 2 3 ناجحين في الرياضة. الحب كل إنسان منا رياضي بيحب يوصل مستوى عالي، ما بحب لا سمح الله بنص التدريبات اللي بتدربها في اليوم مرتين يروح هناك يرجع ميت، مستحيل. فيش انسان بيحب هذا الشيء.